من عامل في أحد الفنادق إلى ملياردير. الحظ وحده لا يكفي، المثابرة والذكاء واستغلال الفرص أهم عوامل النجاح. مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة يانالوجا لي سوجين بدأ حياته المهنية كبواب لأحد الفنادق الصغيرة. التجربة ألهمته لإطلاق موقع حجز الفنادق يانالوجا الكوري في عام 2007 الذي أصبح الآن تطبيق سفر الشهير، وأصبحت العلامة التجارية ظاهرة عالمية مع أكثر من 57 مليون عملية تنزيل وفقا لموقعها على الويب. ساعد نجاح يانالوجا لي في بناء ثروته والتي تبلغ الآن 1.2 مليار دولار، حيث يمتلك ما يقرب من ثلث يانالوجا مع زوجته وابنتيه، وظهر لأول مرة في التصنيف 50 لأغنى 50 شخصا في كوريا هذا العام. لي تيتم في سن مبكرة وعاش مع أفراد عائلته معظم طفولته، وعندما كان في 23 من عمره قام بتنظيف الغرف في أحد الفنادق الصغيرة المعروف بتقديم أماكن إقامة قصيرة الأجل بسعر الساعة. لي البالغ من العمر الآن 45 عاما أنشأ منصة لمراجعة الفنادق في عام 2005، والتي أصبحت بعد ذلك بعامين يانالوجا. في العام 2019 أصبحت يانالوجا ثامن شركة ناشئة في كوريا الجنوبية من خلال تحقيق تقييم بأكثر من مليار دولار خلال جولة تمويل. بعد ذلك بعامين اشترى صندوق الرؤية 2 التابع لمجموعة سوفت بانك الاستثمارية حصة بسيطة في يانالوجا مقابل 1.7 مليار دولار بتقييم يبلغ 6.7 مليار دولار. توسعت الشركة إلى ما هو أبعد من حجز السفر، حيث أطلقت يانالوجا كلاود برنامجها السحابي الخاص لمنصات الضيافة والترفيه الأخرى في العام 2021. الآن يستخدم 19 مليون مستخدم منصات برامج يانالوجا للحجز والسفر وعمليات إدارة الممتلكات